أنا أعتقد أنه ما أثاره الأخ صالح الشيحي في تغريدته كما تسمى كانت تغريدة حقيقة فاجعة لنا جميعا، لأننا وأنا واحد من الذين شاركوا في هذا الملتقى منذ بدايته إلى نهايته، وفي الوقت نفسه كنت من الذين جاءوا إلى مكان إقامة الضيوف في مكان إقامتهم على بشكل متقطع ولكن ليس بشكل دائم، ولكن حضرت كثيرا من هذه اللقاءات التي كانت تتم في مكان الإقامة. والفاجعة الأخرى أن يظهر لنا مثلا الشيخ العريفي أو أي واحد آخر تلقفوا كلام الشيحي وكأنه أمر واقع، أمر حدث كما وصف الشيحي بأنه الخزي والعار. جميل. دكتور محمد، الحقيقة والله أنا إلى الآن منذهل وإلى الآن يعني غير مستوعب. تغريدة بسيطة من سطرين في تويتر تقيم الدنيا هكذا ولا تقعدها، برأيك ما السبب؟ لأن بيته من زجاج، هذا السبب. عفوا، السؤال للدكتور محمد الزلفى. تفضل دكتور محمد، ساعدني يعني في تفسير ما يحدث. أنا ما أدري لماذا كما يعني السبب هو أن هناك من يريد أن يعملوا على شرخ صف وحدة هذا الوطن، وأن يقسموه إلى يعني فريقين، فريق مع الله وفريق مع الشيطان. هكذا للأسف هذا ما يعتقده أولئك الذين يقولون أنهم لا أستطيع يعني حزب الله شو مفهومه إن كانوا يقولون إنهم حزب الله والثانيين هم حزب الشيطان. من الظلم أن بس لكن دكتور محمد، وعذرا للمقاطعة، من أقام الدنيا ولم يقعدها ما هم حزب الله ولا هم الشرعيين ولا هم فئة المثقفين. فئات المثقفين يدافعون يقولون ان ما قاله الشيحي كلام غير صحيح وغير قابل للتصديق وغير قابل يعني لعقل ذو يعني في حالة سليمة ان يصدق ما قيل، ولذلك استجاب له ومنهم الاخ محمد العريفي وغيره، استجابوا استجابة عجيبة جدا لكلام ليس عليه دليل اطلاقا، وان لا هدف للليبراليين كما يسمونهم ولا العلمانيين ولا كما يصنفونهم والى اخره، كأن هذا الملتقى كأنه ملتقى نظمه اناس من خارج البلاد يعملون على اضعاف وحدة هذا الوطن، بينما هو ملتقى لاكبر تجمع من المثقفين والمثقفات في المملكة العربية السعودية وتحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام بكل طاقمها موجودين وكل الناس موجودين، والذين حضروا هم الذين يسيرون الحركة الفكرية في هذه البلاد. أما الذين بكل أسف يعني يعيشون في عالم مختلف في وجدانهم في ذاكرتهم في تفكيرهم عن واقع مجتمعنا، هم الذين أرادوا أن يجعلون من هذه القضية قضية، بينما للأسف أنها أنا لا أدري كيف أخطأ زميلنا صالح الشيحي وكيف خدم أولئك الذين يتربصون بهذا الملتقى شرا. نعم، هنا السؤال، يعني ما قلته أن يعني يبقى أن صالح الشيحي ليس محسوبا على يعني الشرعيين، فئة الشرعيين أو فئة حزب الله بما تسميهم، بل هو محسوب في صميم الكتبة الإعلاميين، وأنت تعرف هذا. أخي عبد العزيز، للأسف أن أخواننا اللي هو حزب الله أنهم إذا سمعوا حتى ولو كلمة من عدو حقيقي، عدو لمن يعتقدون أن لهم عدو في داخل هذا الوطن، نعم، يقول كلمة حتى وهذا احتضنوه، نعم، ويحتضنوا ما يقول لهم صحيح. لصالح الشيحي إذا كان كما يعتقد البعض أنه يريد أن يتقرب من حزب الله، فحزب الله سيرفضه إلى يوم الدين، يعني لن يقبلونه ولن يقبلون هؤلاء إلا أنهم استغلوا ما قالوا ضد من يعتقدون أنهم مناوئين لهم بينما ليس لهم مناوئة. هل معقول 1000 مثقف ومثقفة أن يعملون شرا لأحد في هذا الوطن؟ نعم. هم يعبرون عن آرائهم، جميل. يعبرون عن رؤاهم، يعبرون عن
دكتور محمد، أرجو أن تبقى معي لتسمع تعليق الدكتور محمد العريفي، وقد اتهمته بأنه تلقف هو وثلة من الدعاة والشرعيين كلام الشيحي دون تدقيق، ولكأن الأرض زلزلت زلزالها في قضية بسيطة. يا دكتور محمد، يا أخي هذا الذي قلته لك قبل قليل لما قال الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، يعني إن لم يكن هذه الأفعال التي رأيناها من خلال الصور وتصوير الرجال مع النساء، خلني أتكلم، هذا وقتي أنا سكت يوم أنك تتكلم أنا ساكت، خلني أتكلم دكتور محمد يا دكتور محمد أستاذنا، أنت يعني رجل أكاديمي وعضو مجلس الشورى سابق ورجل مسؤول، رجاء فقط تعطي الفرصة للدكتور محمد وسأعود إليك بإذن الله تعالى. لو ما تعود إليه أحسن، لا يضيع وقتنا. لا حقيقة الصور التي رأيناها نحن من خلال هذه الصور، والرجال الذين يضعون ركبهم بجانب ركب النساء والكتف الذي يضرب في الكتف وهو يصور أمامها، إن لم يكن هذا خزيا وعارا يا أخي، ما هو الخزي والعار؟ بعدين هذا الجاهل يا أخي يقول إنهم عفوا يا أخي، اسمع كلامي، خليه يرد عليه، ما تصفوا خليه يرد عليه، كلامه جهل، الكلام الذي يقوله جهل. يقول إن هؤلاء المثقفين هم الذي، بعدين يقول هؤلاء حزب الله. يا أخي نفخر نحن حزب الله، أولئك حزب الله، نحن حزب الله، نحن المفلحون. إذا نحن حزب الله معناه أنت حزب الشيطان إن لم تدخل في حزب الله. بعدين يقول يا أخي إن هؤلاء المثقفين هم الذين يحركون الفكر في هذا البلد. يا أخي خسئوا والله ما يحركون إلا فكر ما لا يزيد عن ولا 10% ممن يصدقهم. اللي يحرك الفكر طال عمرك خطباء المساجد والعلماء والدعاة وهيئة كبار العلماء. وأنت تشاهد الآن حتى في أعداد الذين يشاركون في الفيسبوك ويشاركون في تويتر ويتابعون برامج الدعاة، يا أخي بأضعاف هؤلاء الذين يتبعون هؤلاء. ثم يا أخي هؤلاء أتعبون بدندنتهم، يعني تضربون في الوحدة الوطنية. الدكتور عفى الله عنه وأصلحك يا أخي، وأنت شايب عسى الله يردك إلى الخير والحق. يا أخي أتعبون كل ما هذا قالوا أنتم ضد الوطن، أنتم تضربون الوطنية، أنتم. يا أخي نحن نعلم من الذين لهم علاقات بالسفارات، نعلم من الذين يحضرون حفلات في بعض السفارات، نعلم حقائق والله إن لي اتصال ببعض الجهات في الدولة، وهذه الجهات راصدة عليهم أشياء كشفت لي وعلمت حقيقة المفروض هؤلاء في السجن. لا أقصد الدكتور آل زلفة حتى لا يقول إنني أتهمه ذاتيا، لكن بعض من يزعم أنهم حريصون على الوطن هم أبعد الناس عن الحرص على الوطن. هم يا أخي أقوام ما همه إلا أن المرأة تخرج في سفورها، أنه يختلط بالمرأة، أنه يجلس وبجانبه بنت، أنه يحط رجل على رجل ويسولف معها. فكنا الهيئة لا تمسكنا، نعمل الحفلات التي نريد من غير ما يعترض علينا أحد. يا أخي هذا الواقع مع الأسف. يعني إذا كنا نحن ضد الوطن، إذن أنتم مع من؟ ماذا تريدون بالوطن؟ نعم يا أخي إذا كان ولله الحمد المشايخ هم مستشارون عند وزير الداخلية وعند الملك وعند غيره، وفي كثير من الأحيان يستعانوا بنا، ونحن أعضاء في لجان المناصحة وخطباء رسميون وغير ذلك، ويقول لسنا حريصين على الوطن. حقيقة هذا اتهام لا نقبله. ثم أيضا قوله يا أخي، يعني أنا أعجب سبحان الله، يحسبون كل صيحة عليهم. يعني هذا الغضب العارم من تغريدة لا تتعدى سطرين ونصف، كأنهم يقولون يا صالح تكفى، لا تزود، لا تكشف المستور. أنا لم أعتمد على كلام صالح يا أخي لما اتخذت قراري ودخلت في الموضوع، وهو يظن بأني قريت التغريدة وعلى طول ثرت. يا أخي لنا علاقاتنا بماريوت بالعربي، يعني لنا علاقاتنا بالريسبشن اللي يشتغلون، عندنا أشخاص محبين نتصل بهم، نمر أرسل أحد يسأل، وصفوا لنا يا أخي واقعا سيئا جدا. بعدين الدكتور من سكان الرياض يقول أنا كنت أمر عليهم، يروح عند عياله ويجي يجلس ساعتين معهم. الأخ صالح ساكن معهم يا أخي في فندق 3 أيام، يراهم ليلا ونهارا، لاحظ ليلا ونهارا. وبالتالي الرجل استطاع أن يحكم من خلال ما رأى. ولا تظن يا أخي يا دكتور محمد عفى الله عنك وأصلحك، لا تظن أننا مخفات. والله أنا قريت تغريدة للدكتور للأخ صالح وعلى طول طرت في عجته. يا أخي احنا شبنا وهرمنا على ما قال هذاك، وأساتذة الجامعات من 20 سنة، يعني لسنا صغارا يذهب بنا تغريده وتردنا تغريده. عسى الله جزاك الله خير يهديك ويصلح قلبك. شكرا دكتور محمد آل زلفة. ابتداء قبل أن أعطيك الكلمة أقدم لك اعتذاري الخاص واعتذار البرنامج. ربما في كلمة ندت من ضيفي الكبير، هو كان يقصد ما قلته ولم يقصدك أنت شخصيا. تفضل دكتور محمد.
أنا أدعو الله سبحانه وتعالى للأخ الدكتور محمد العريفي، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل منه هاديا مهتديا. آمين آمين لنا ولك. أن يجعل منه خيرا لهذا الوطن وليس مساعدا على شق المجتمع إلى شقين. آمين لنا ولك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله ويجعل الذين يقفون إلى جانب في صفه أن يعترفوا إن أبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن هم الذين يعملون من أجل مصلحة هذا الوطن. ليس هناك على أديم هذا الوطن. أحسنت. يعني هذه الروح الخليقة يا دكتور محمد. الوطن. جزاك الله أقول خير. هذه الروح الخليقة يعني بكما والله يا دكتور محمد. أتمنى أن أشوف محمد العريفي، سلمان العودة، عوض القرني، غيرهم انهم كانوا والله. ونحن كررنا هذه الدعوة حتى ولو وجهت لهم الدعوات. لماذا لم يحضروا؟ انا اضربك عن نفسي، انا لا بوجه لي دعوه ولا كذا، ولكن حرصي على مصلحه وطني ان اكون مشاركا اينما كنت. لا اطلب اجر مثل ما يطلبون الاخوان الذين يحرصون على برامج التلفزيونيه من اجل الحصول على مبالغ او الذهاب ابشرك ما ياخذوا، ابشرك ما ياخذوا شيء ويطالبون باجر. اسال الدكتور عريفي هل عمره ذهب الى مكان دون ان يطالب باجر يفرضه هو؟ اما نحن المثقفين لا نطلب الا. من قال لك؟ لحظه يا زلفة، لحظه يا اخوي، من قال لك؟ عفوا من قال لك اننا ناخذ اموال؟ تفضل دكتور محمد. لحظه لا دكتور عفوا، لا عندما اتهام للنية، ارجوك هذا اتهام بالدعاة. انا لا ارضى مثل هذا. اعطيك الفرصه، لا ارضى يا اخي، تأدب دكتور الله خير ولا تتهم نياتنا. نحن نعمل لله وندعو الى الله ونسافر على حسابنا ونسكن على حسابنا. واتحداك ان تثبت اني اذا سافرت للدعوة اني اقول لهم اعطوني فلوس ولا ما القي المحاضرة الا بفلوس. هذا انا جاي للرجال ببلاش وطالع جدة ببلاش، عندي محاضرات. فارجوك احفظ لسانك ولا تتهم نيات الدعاة. واعلم ان بني حمزة فيهم رجال. اذا انت عندك انسان عندنا 20 انسان. من يمول رحلاتك يا اخي محمد؟ انا يا اخي تاجر، انا يا اخي راتبي 30,000 وعندي عمل في العقار بالملايين. ابوي تاجر الحمد لله، وضعي المادي جيد، وانا لازم اروح اطر زيك اقدم على فلان وفلان اعطوني فلوس وانا كمان مثقف، ولا يا حبيبي اروح اكتب كتابات عشان يرضون عني ويكتبون لي. لا تتهم الناس يا رجال، لا تتهم الناس. خلاص دكتور محمد، الحق الذي عليك ستفقده. دكتور محمد الزلفة، يا دكتور محمد ارجوك. دكتور محمد جزاك الله خير، شاكر جدا لك هذه المداخلة الكريمة منك، فقط كي نهدئ الموضوع. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود إليك، سنبعد تماما عن موضوع التهمة وأنت فندتها، وأنا أشهد بهذا سواء لك أو لكثيرين من الدعاة، والله على حسابهم يذهبون. وأنا شخصيا رافقت أحد العلماء في الصيف الماضي ورأيت ما يفعل، وتهمة الحقيقة الرخيصة اللي يرددها الكثير طبعا بأنكم تتعاطون أموالا، تتعاطون نقودا. أنا أشهد لله شهادة والله أسأل عنها أن والله إنكم تدفعون من جيوبكم.